أهلاً وسهلاً بيكم يا أحلى وأجمل متابعين. أهلاً بيكم في قناتكم نونا والحكاية، مع قصة وحكاية جديدة ممتعة جداً وجريئة جداً. بتمنى تكملوها لحد الآخر. وقبل ما أبدأ، يا ريت تنزلوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. يوم قررت أطبخ أكلة حلوة، حاجة فيها دفء وريحة بيت. عملت كوارع وشوية رز وسلطة كده على مزاجي، وقلت أفاجئه. كانت الساعة حوالي 12 بالليل، الدنيا هادية والجو برد شوية. خبطت على بابه، قال لي من جوه: مين؟ قلت له أنا جارتك. قال لي خير، في إيه؟ الوقت متأخر جدا. قلت له عارفة، بس كنت عايزة أكلمك في حاجة مهمة، وجايبة ليك أكلة بسيطة كده. فضل يقول لي: لا ما ينفعش، أنا آسف، بس أنا كنت مصممة، لأن حقيقي كنت حاسة إنه محتاج يسمع حد. وبعد حوالي نص ساعة من الكلام والإلحاح، فتح الباب. أول ما شاف الصينية اتفاجئ. قال لي: انتي عاملة ده كله ليا؟ قلت له: أيوة، قلت أعمل لك أكلة دافية، الجو برد. في الأول قال: لا أنا أكلت خلاص، بس ريحة الأكل كانت قوية. وشه اتغير، قال لي: طب ممكن أدوق؟ قلت له: أكيد طبعا. داق شوية وقال لي: بجد أكلك لذيذ جدا، مش فاكر آخر مرة حد عمل لي أكل بالشكل ده. قعدنا على باب الشقة، كل واحد فينا ماسك طرف الصينية. قلت له: هو أنت ليه دايما ساكت؟ دايما باين عليك إنك مش مرتاح. قال لي: أنا مش بكره الناس، بس مريت بتجربة خلتني أقفل على نفسي. قلت له: بس مش كل الناس شبه بعض. قال لي: عارفة، كلامك صح، بس في ناس لما بتدخل حياتك وتخرج منها بيسيبوا أثر، وأنا الأثر ده لسه معايا. قلت له: وأنا؟ شايفني إزاي؟ سكت لحظة وقال لي: بيني وبينك انتي مختلفة. قلت له: أنا مطلقة وكنت متجوزة عن حب، بس الشخص اللي كنت فاكراه بيحبني طلع بيحب فلوسي. لما خلصت رماني وراح لواحدة تانية. بص لي وقال: مليهوش حق، وانتي تستاهلي اللي أحسن. ضحكت وقلت له: أنا يمكن لقيته. قال لي: تقصديني؟ قلت له: مش لازم تجاوب دلوقتي. عدى يوم واتنين، وأنا بدأت أقرب له بشياكة. مرة أعمل له كوباية شاي، مرة عصير، مرة أسأل عليه. حاولت أخليه يحس إن في حد مهتم بيه وإنه مش لوحده. وفي يوم خبط عليا وقال لي: أنا جبت لك هدية. قلت له: إيه المناسبة؟ قال: مفيش، بس حبيت أرد المعروف. وإداني علبة ملفوفة بشياكة وقال لي: بكرة الساعة 12 هتطبخي لي كوارع تكوني لابساها. ضحكت وقلت له: ماشي، بس بشرط تاكل معايا المرة دي جوه الشقة. ابتسم وقال لي: اتفقنا. تابعوا الجزء التاني علشان تعرفوا ايه الهدية وايه اللي هيحصل بعد كده. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان توصلكوا باقي الحكاية.